تقريبا بورفؤاد بتعلي على بورسعيد في البيتزا. المطعم ده انا خدت له مشوار من بورسعيد لبورفؤاد في عز زحمه الكوبري عشان في كذا حد رشحولي في التعليقات، فيا ريت المشوار ده ما يبقاش على الفاضي. المطعم اسمه جوستو، فاتح في بورفؤاد عند الملاحات او الاكاديميه البحريه كده جنب كافيار لاونج، نفس صف هيلنا نوك. عامل ترابيزات او الدور وفي ترابيزتين جوه المطعم، وشكله فاتح المحل ده جديد. اعتقد يمكن كان شغال من قبل كده من محل تاني او من البيت، مش عارف. الاسعار عاليه شويه بالنسبه لرينج اسعار البيتزا في بورسعيد، بس على صفحتهم بيقولوا ان هم بيستخدموا خامات عاليه. هنشوف. طلبت 2 بيتزا ميديا، كل واحده من الاتنين اخترتها بطعمين مختلفين، يعني نص ونص، عشان يبقى كده جربت 4 انواع مختلفه. اول واحده طلبت اول نص فيها سوبر ميكس، ده بيبقى عباره عن صلصه وزيت زيتون وجبنه موتزاريلا، تركي مدخن، بسطرمه وبصل، فلفل هالابينو وشيدر اصفر نيوزيلندي. والنص التاني اسمها شيدر نيوزيلندي. هو تقريبا بيعتمد على الجبنه دي في اصناف كتير. دي برضو نفس الحكايه، صلصه وزيت زيتون موتزاريلا فراخ مشويه وفلفل هالابينو وطماطم مجففه وطبعا الجبنه الشيدر النيوزيلندي. الاتنين تحفه، خامات روعه، عجينه وصلصه ممتازين جدا. بيتزا مختلفه عن اغلب مطاعم البيتزا في بورسعيد. تاني بيتزا كانت نص بيبروني ونص تشيكن بيستو. البيبروني حلو جدا، احلى طعم بيبروني في بورسعيد لغايه دلوقتي، وكميه التوبينج ممتازه. البيستو كانت حلوه، بس انا باقي الانواع عجبوني اكتر. الفراخ اللي مستخدمها روعه، نظيفه جدا ومستويه كويس قوي وتوابلها ممتازه. البيتزا عندهم غنيه ومشبعه جدا، يعني 3 سلايز وما قدرتش اكمل. احنا كلنا نص الكميه والباقي خدناه معانا، وتاني يوم سخنتها وكانت حلوه جدا، ما ظهرش اي طعم مش مستحب حتى في الفراخ واللحوم، فده دليل تاني على جوده الخامات. لما نزلت البيتزا فكرت ان انا اجرب نوع من انواع الباستا او الريزوتو، فطلبت واحد ريزوتو بالمره نجربه. وكويس ان انا طلبته، ده ريزوتو بالفراخ والمشروم. شكله مش تقليدي، اي نعم، المفروض بيبقى كريمي اكتر من كده، وشكل الرز مختلف. المفروض بيتعمل بنوع رز معين اسمه اربوريو، بس اعتقد ده معمول برز عادي بسمتي يمكن، لكن طعمه عظيم. انا كنت شبعت اصلا، بس من حلاوته قعدت اكل منه شويه. وتاني الفراخ عنده تحفه، ومشروم فريش، طبق خفيف ولذيذ جدا. ودي الاسعار بتاعته. زي ما قلت الاسعار عاليه بس يستاهل للي عايز ياكل بيتزا مختلفه وخامات عاليه. تجربه حلوه وتتكرر اكيد. وكده اعلى 3 اماكن للبيتزا في بورسعيد في رايي: جوستو والفا بياتو وتابيز. وفي نهايه الفيديو افتكر ان الاكل اذواق، ممكن اللي يعجبني ما يعجبش حضرتك والعكس، والمطاعم مستواها مش ثابت وتقريبا مفيش كواليتي كنترول، عشان كده ممكن تجربتي تختلف عن تجربتك. انا ممكن اجرب مطعم يعجبني الاكل عنده، لكن لما حضرتك تروح تجربه تلاقي الاكل مش حلو، ودي حاجه بتحصل لنا كلنا. ممكن تشتري من مطعم يعجبك اكله، لما تروح تاني تطلب نفس الحاجه من نفس المطعم تلاقي طعم وجوده مختلفين عن المره اللي فاتت. الهدف من فيديوهاتي ان انا انقل التجربه بس، ما بقولكش روح المطعم او ما تروحش، براحتك خالص، دي حاجه ترجع لك وعلى مسؤوليتك، وانا مش كسبان ولا خسران حاجه في الحالتين. خد المحتوى بتاعي على انه فرصه تشوف فيها التجربه الحقيقيه للمطعم عامله ازاي بعيدا عن الدعايه. اديك بتشوف شكل المكان، شكل الاكل، كميته، الاسعار ونظام المكان. اما الطعم ده ممكن حضرتك اللي تحكم عليه بنفسك. سلام.